السلام عليكم. اللي هحكيه النهاردة اتكرر كتير قبل كده مرتين اتنين. الحادثة اللي هتكلم عليها حادثة حصلت في المنصورة، نفس تكرار المشهد بتاع نيرة أشرف قدام كلية الآداب في عز الظهر. كان في بنت اسمها سلمى معدية رايحة درسها وهي في الثانوية العامة، عدى ليها شاب واخد باله منها وهي ماشية، قرر إن هو يطلع سكينة ويروح يضربها في رجلها طعنتين تلاتة. ولما جه يروح يذبحها قدرت البنت تطلع صوت وتستغيث بالناس، وتقدر الناس تاخدها من ايديه، وفيديو مصور ليه بيقول أنا مش هسيبها لما أخلص عليها وهقتلها. ايه قصة الشاب والبنت دي؟ الشاب ده في مقتبل العمر 20 سنة، اسمه شريف. المفروض ان هو كان خاطب البنت دي، حصلش نصيب واتفشكلت الخطوبة زي اي حاجة، خطوبة وبتتفشكل. اهلها رفضوا العريس بعد فترة. ازاي طبعا ان هو يترفض؟ ازاي الشاب ده ان هو يتقال له لأ احنا مش عايزينك لأي اسباب من الاسباب زي ما بيحصل في بيوتنا؟ يقوم يعمل ايه؟ تاخد ليه نفسه وهو رايح وهي رايحة الدرس ويستناها لانه عارف موعدها، ويروح ويقتلها، او يبدأ يطعنها طعنات بغرض القتل طبعا. والناس لما تمسكه وتحوش عنه يبدأ يقول سيبوني اما اخلص عليها، او ان انا عايزة اموتها نهائيا بنية القتل. ايه الاسباب ورا ده كله؟ نيرة اشرف القرار التاني، البنت اسمها سلمى، وفي المنصورة قدام كلية الاداب في عز الظهر في النهار. انا مش عارفة هنتنينا امتى؟ مفيش امان، مفيش قانون رادع، مفيش حاجة تخلي الشاب اللي زي ده يرضع ويخاف قانون يتعدام في ميدان عام للي حصل قبل كده في نيرة أشرف. القانون بياخد مجراه. القانون عندنا عامل زي الأستك كده، بيروح ويجي، ما بياخدش حق اللي قدامه. أنا مش عارفة الحاجات دي هتنيها متقررة امتى؟ بناتنا هتنيها قلة أمان امتى؟ أنا صعب إن أنا أقول لأ لحد أنا مش عايزاه. أنا كنت مخطوبة مثلا ومش عايزة خطيبي ده، خاف اقول له لا فيقتلني. هو ده اللي هيحصل بعد كده. احنا بقينا في نهاية العصر، احنا اتكلمنا كتير، الموضوع ده هيتكرر كل يوم. جه طبعا الناس ضربوه علقة بما فيه الكفاية، وبعد كده جت الشرطة راحت جابته من بيته، والاعترافات دلوقتي بناء على اللي انا قلته، وجاري التحقيق، والبنت اتنقلت لمستشفى المنصورة العام وهي تحت العلاج، ومش عارفين ايه النهاية الموضوع زي كده. انا عايزة اللي يسمع الفيديو ده يشيره ويرفعه ويوديه للناس وتصعدوا الموضوع القانون. انا مش عارفة هنتنينا امتى للحظة دي، وهنتنينا امتى للوقت اللي احنا خايفين على نفسنا. بناتنا معرضة لكده، حوادث القتل بقت كتيرة، الموضوع بقى سهل، مفيش خوف. كل الحاجات دي معرضين ليها. انا مش عارفة اتكلم على الحدث قد ما الانسان حاسس بالقهر بتاع ان بنت تقول لأ لشاب انا مش عايزاك. حصل خلاف معين، مش معرض ان اي بنت تتخطب وتتساب يبقى ده مصيرها. لو سمعتوا الفيديو ده شيروه، لان هي مذبحة هتبدأ في توالي. نيرة أشرف يتكرر بدلها 1000 ونقعد نطلع لها مبررات. قانوننا ما بيرضحش حد.